دكتور أنطوان عادل، متحدث رسمي اسم اتحاد شباب ماسبيرو. تنضم معنا النهارده تسجيل للصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو. حضرتك احنا وصلت لنا معلومات ان حضرتك رافع تقرير رئاسة مجلس الوزراء يعني بيتكلم عن الأحداث الطائفية اللي بتحصل الآن في كنيسة إدفو وأسوان. فنتمنى نعرف من حضرتك تعليقك عن التقرير ده. هو انا اتكلم في الاول مبدئيا عن الاحداث اللي دارت في كنيسة ماري جرجس للأنباط الارثوذكس في قرية الماريناب مركز إدفو في محافظة أسوان. كلنا عارفين ان أسوان في الفترة الحالية هي مشتعلة تماما بالاحداث، وخاصة بعد احداث اهل النوبة. انا اؤكد على ان الكنيسة قبل ثورة 25 يناير قد حصلت على الترخيص بإحلال وتجديد الكنيسة، وهذا الترخيص رقمه 42 لسنة 2010 محافظة أسوان. صرحوا للكنيسة بموجب هذا الترخيص والتصريح بإعادة إحلال وتجديد الكنيسة. قاموا ببناء بأعمال الهدم والبناء بعد موافقة لجنة مهندسي المعمار، وبعد استخراج كافة التراخيص من قبل الجهات المعنية والمسؤولة في ذلك. قاموا بأعمال الهدم قبل ثورة 25 وبدأوا وشرعوا فعلا في أعمال البناء حتى وصلت الكنيسة إلى بناء القباب لها. فحدثت أحداث ثورة 25 يناير أو تم إيقاف أعمال البناء من قبل الكنيسة على هذا الوضع نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة التي كانت تتعرض لها مصر في هذه الفترة. وبعد أن تقريبا 5 شهور من ثورة 25 يناير أو 6 شهور بدأوا في بناء قبب الكنيسة، ولكن هناك بعض المتشددين الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية قاموا بحشد جماهيري من قبل أهل القرية، قرية الماريناب والقرى المجاورة، الذين قاموا بشحنهم ودعوهم إلى الاحتشاد والتجمهر أمام الكنيسة مطالبين بهدم قبب الكنيسة. وهناك عرضت الكنيسة أن تجلس في جلسة صلح ومجلس عرفي مع المسلمين بتدخل من الجهات المعنية سواء الشرطة أو الجيش، وبالفعل تمت هذه الجلسة ووافقوا على أن لا توضع أجراس على حسب ما قيل من بعض المسلمين، أنها لا توضع أجراس ولا صلبان على الكنيسة. يعني سوري يا دكتور، يعني حضرتك دلوقتي يعني واحد بتأكد لنا ان الكنيسة يعني خدت امر احلال وتجديد بشكل قانوني، وتم البدء في الكلام ده من قبل الثورة، وتم ايقاف الكلام ده عشان تردي الوضع الامني. يعني هو تم ايقاف العمل على انشاء الكنيسة بسبب الوضع الامني المتردي. هو مراعاة من الكنيسة للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد أوقفت أعمال البناء حتى لا تثار الفتنة وحتى لا تثار أو تعرض القرية ومركز إدفو لأوضاع أمنية سيئة، فتم إيقاف أعمال البناء. ولكن أكمل الحديث أنه تجمهر العديد من الشباب المسلمين المتشددين مطالبين بهدم قباب الكنيسة. عقدت جلسة الصلح العرفي وتمت الموافقة على هذا وضع أجراس على حد قول بعض المسلمين الذين تم التواصل معهم وعدم وضع صلبان، وهذا الكلام نفاه تماما الأب مكاريوس راعي كنيسة ماري جرجس للأنباط الارثوذكس في قرية الماريناب. يعني حضرتك بتأكد لنا ان ما تمش اتفاق على عدم وضع صلبان او اجراس؟ لا، هذا لم يتم الاتفاق عليه، ولكن هذا ما قالوه الشباب المسلمين المتشددين الذين طلبوا هدم قباب الكنيسة. بعد ذلك ممكن نسأل ايه دعواهم في هدم القباب دي؟ يعني هم عايزين يهدموها ليه مثلا؟ لم يبدأ هم لا يريدون كنيسة على الإطلاق في القرية، ولم يريدوا رفع صليب على أي بيت أو أي دار عبادة للمسيحيين داخل قرية الماريناب، وهذا أمر معروف ليس فقط في محافظة أسوان ولكن على مستوى محافظات الجمهورية، الذين لا يعرفون القانون والمبادئ والضمير إلا في حالة ظهور حالة بناء كنيسة. هناك يتساءلون أين القانون، أين الترخيص، رغم أنهم يخالفون ضمائرهم ومبادئهم وقانونهم
في كل الحالات الأخرى في الحياة اليومية التي يتعايشونها. لكن اعتقد ان حضرتك دلوقتي بتقول لنا ان الكنيسة قانونية وواخدة ترخيص، يعني كل الأوراق الرسمية معي، من صورة من الرسومات الهندسية والتي تحتوي على وجود صليب، ويشير الرسومات الهندسية على وجود صليب أعلى قباب الكنيسة. ومن المعروف يا دكتور يعني ان لما باجي بأبني مبنى معين بيكون عليه، يعني لما اجي ابني وزارة العدل بحط عليه كهندسيا، يعني لما اجي ابني اي مبنى تابع حتى لوزارة العدل لازم احط عليه الميزان. لما اجي ابني كنيسة لازم احط عليها صليب، ده معروف كده. لما اجي ابني جامع احط عليه هلال. مش عارف يعني اقول جديد. تمام. يعني هو الجديد ان انا بقول لك الناس دايما بتراعي القانون عند بناء الكنيسة فقط، اما فيما عدا ذلك لا يعرفون القانون ولا يعرفوا الدستور ولا يعرفوا دولة القانون. استمرت الاحداث وبعد تم الاتفاق على حسب ما ادعوا بان تم الاتفاق على عدم وضع الصليب او الاجراس. تجمهروا في ثاني ايام العيد 2 سبتمبر امام الكنيسة مطالبين بهدم قباب الكنيسة، وهذا امر جدا، حيث ان ذلك يؤدي الى هدم الكنيسة، وامر مرفوض تماما ولا مجال للحوار والحديث عنه ان توجد كنيسة بسقف عادي دون وجود قباب، حيث انه سوف في ذلك الحين يصبح مبنى خدمات وليست كنيسة. يدعي البعض بان هذه لم تكن كنيسة من قبل وانما هي مبنى خدمات. يمكن كان ردي ما حتى ولو افترضنا جدلا انها مبنى خدمات وليست كنيسة، ما دام ان المطرانية سلكت الطريق القانوني وحصلت على ترخيص باعمال بناء كنيسة، فلا بد ان ينفذ القانون الذي نحترمه جميعا. لابد ان ينفذ القانون ما دام نحن لجأنا اليه. ولا متى يا دكتور انطوان نفضل عشان كل ما نيجي نبني كنيسة تحصل مصيبة؟ يعني مش فاهمين نضغط انت كل ما نيجي نبني كنيسة ولا نبني مبنى خدمات نعمل ترميم ولا حاجة نلاقي انها في كارثة بتحصل. الى حين ان يصدر امر من الرب وانا بقول يصدر امر من ربنا اولا باصدار قانون موحد لبناء دور العباده، لان اذا كان على الجهات المسؤوله والقائمه على هذا القانون فهذا القانون لم يصدر، وان لم يكن الله اراد في ذلك. تجمهر، اكمل حديثي، تجمهر السلفيين وبعض الاخوان المتشددين امام الكنيسه في ثاني ايام العيد مطالبين بهدم قباب الكنيسه. وبالفعل تمت محاصرة، يعني حصروا كمان بيوت الأقباط وشباب الأقباط داخل بيوتهم. لم يسمح لأي قبطي بالذهاب إلى الوظيفة الحكومية التي يعمل بها ولم يسمح للعامل والمزارع إلى الذهاب إلى أراضيه الزراعية. يعني قيادوا حرية الناس. أغلقوا مداخل ومخارج القرية تماما، ولم يخرج أحد من الأقباط خارج منازلهم. من المفروض يعاقب عليه القانون برضه يا دكتور؟ حتى أكيد طبعا، حتى شرع عقيد من الداخلية وأخذ 4 شباب من شباب الأقباط من أجل أن يحصلوا على بعض المواد الغذائية وبعض الطعام من خارج القرية حتى يعطيه الأقباط. فلم شرع ذلك المتفقين في الاعتداء على السيارة وقاموا بضرب ذلك الضابط وبعض يعني هم كمان بيعملوا عليهم حصار غذائي. بالضبط، بالفعل هو دوت ما حدث. هو احنا في حرب ولا ايه؟ واستمر دوت لمدة 3 ايام، وانا كان في اتصال بيني وبين احدى القادة في المجلس العسكري وفي احدى المسؤولين على تحريك قوة امنية لفك هذا الحصار ولتأمين الكنيسة الذين كانوا يهددون بهدمها اليوم الجمعة. بعد صلاة الجمعة كانوا مهددين انهم سوف يقومون بهدم الكنيسة، وبالفعل استجابت القوات المسلحة وارسلت قوة امنية بعد الاتصال بقائد المنطقة المركزية بأسوان مركز إدفو. يعني هل هم امنوا المكان هناك كويس ما حصلش اي مشكلة؟ بالفعل تم وصلت قوة من القوات المسلحة من الجيش الى القرية وتم فك هذا الحصار،
ويعني تلك الجمهور. وجلس بعض المسؤولين من قبل المسلمين والمسيحيين مع إحدى قيادات الجيش، ورفع الأمر الكنيسة واستكمال بنائها إلى المجلس العسكري. حدث اتصال مؤخرا اليوم بيني وبين الأب مكاريوس راعي الكنيسة، وقلت له بالحرف الواحد: إذا أصدر المجلس العسكري قراره بهدم القباب أو بوقف أعمال البناء في هذه الكنيسة، فأغلق الكنيسة ولا تقدم أي تنازلات، سواء فيما يتعلق بوضع الصليب أو فيما يتعلق بوضع أجراس أو هدم القباب. لم تقدم أي تنازلات، وسوف نلجأ في هذه الحالة إلى القانون. ونحن نعرف أن لدينا لجنة قانونية محترمة جدا في اتحاد شباب مسبيرو، مكونة من أكثر من 350 محامي. سوف نلجأ لرفع قضية على كل الجهات المسؤولة، مثلما فعل أهل قرية حجازة إبلي في مركز أوس بمحافظة قنا، حيث أن تلك الحالة مشابهة تماما لكنيسة ماري جرجس للأباط الكاثوليك، والذي نتعامل معها من قبل مجلس الوزراء في الوقت الآني. لنا ان احنا يعني في تسجيل آخر ناخد منك تفاصيل عن ملف حجازة. ما فيش اي مشكلة، بس يعني شوية الملف دوت يعني احنا شايفين هو شائك شوية يعني. هو ملف شائك بالفعل، ويمكن على وشك بمشيئة ربنا على وشك ان هو فعلا يصدر قرار باستكمال اعمال بناء كنيسة ماري جرجس للأباط الكاثوليك بقرية حجازة في قنا. واحنا يمكن مش عايزين نوسع الامور اعلاميا حتى لا تتوقف الأعمال وتحدث صعوبة في إصدار مثل تلك القرارات. ماشي. احنا معانا حاليا صورة من الترخيص الرسمي صادر لبناء كنيسة ماري جرجس في قرية الماريناب، ومعانا الرسومات الهندسية. وفي حالة إصدار قرار من المجلس العسكري بوقف أعمال البناء أو بهدم القباب أو بأي قرار آخر غير استكمال أعمال البناء ووضع الصلبان على الكنيسة، هنتعامل معها بشكل قانوني. بالضبط، احنا ناس قانونيين واحنا بنتعامل بالقانون. انا قبل كده كنت في اكتر من مكان في جهات مسؤولة، اكدت الكلام دوت وقلت لهم احنا بنتعامل بشكل قانوني، واخرجت لهم مخالفات عصيبة جدا 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 لبعض المساجد التي صدرت لها 12 قرارا بالإزالة، وذلك لمخالفته للتخطيط والعمران. فلم يرد علي احد، واحنا احنا كآباط في مصر بنحترم دولة القانون، بنحترم الدستور، ولا نرضى بدولة القانون بديل، حيث ان مصر سوف تظل دايما وابدا دولة قانون وليست دولة المصاطب. دكتور أنطوان، بنشكر حضرتك جدا على جهدك الجميل ده. نشكر اتحاد شباب مسبيرو على الجهد الجميل اللي هو بيعمله هو وجميع لجانه في خدمة القضية والدفاع عن حقوق الآباط في مصر. كنت معانا النهاردة، بنشكرك ونستاذن حضرتك نتابع معاك الفترة الجاية. ربنا يوفقك، ربنا معاك. ربنا يخليك، وأنا تحت أمركم في أي وقت. شكرا يا أستاذ مينا، مع السلامة.